السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى محشي كرنب وبتنجان وكوسة وشوية ملوخية عسل. معانا كرنباية قورناها، هنسلقها في مية بتغلي، حطينا فيها كمون وملح ومعلقة سكر. حطيت الكرنباية تتسلق، قلبتها. نشيل الورق بتاعها مع بعض، ورقة ورقة كده بالراحة. ادي البتنجان والكوسة هنقورهم، مش هطول عليكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل. وادي الكرنبة اما اتسلقت شطفتها بمية ساقعة، هنقطعها مع بعض. ده تقطيعة سهلة وسريعة. عايزة بقى انت يعني الورقة كبيرة والورقة صغيرة، كل واحد ورغبته. بس هو الكرنباية ما خدتش وقت خالص في التقطيع، زيادة عن 5 دقايق. معانا كوباية زيت مليانة، ننزل عليها بنص كيلو من البصل، يتقلبوا تقليبة حلوة كده. ننزل بفلفل ألوان، بيفرق قوي يا جماعة في الطعم، وبيخلي المحشي، بيودي المحشي في حتة تانية خالص. هنحط بقى معاهم فلفل أسمر، معلقة كمون، بابريكا، نشوحهم شوية. يا سلام على الريحة، يا سلام. هننزل بكيلو طماطم مفروم 3/4 فرمة. بجد برضو بتفرق قوي الحتة دي، ان هو مش مفروم قوي، بيبقى باين الصلصة في المحشي كده بتبقى تحفة. نقلبهم، نحط معلقة سكر، نغطي عليها، ملح، التغذية اتسبكت معانا. هننزل عليها بالرز. هنقلب الرز تقليبة حلوة مع الصلصة. وما تقلقوش ان هو على النار ولا حاجة، هو بياخد تقليبة كده ما بتاخدش وقت. دي معلقة شطة، معلقة كمون، بابريكا، فلفل اسمر. نقلبهم مع بعض. هنا عندي خضرة غسلتها حلو جدا وصفتها وقطعتها وضفتها على المحشي، بقلبها. ما شاء الله، يعني احمر جميل ولونه حلو. انا كده طفيت عليه، هو ما في دقيقتين بالظبط. هنا عندي ورق كرنب برصه في قلب الحله. هنحشي بقى الكرنب كده مع بعض ان شاء الله، والفلفل والبتنجان والكوسه هنحشيهم ونجهزه بقى للتسويه. انا خلصت المحشي كده، وكنت مجهزه بطايه غسلها بميه وملح وخل وليمون ومنضفاها جدا. حطيت فيها بصل وفلفل اسمر، وقطعت قطايه وبصلايه سليمه كده، وحبهان وورق لورا، سقيت منها المحشي. محشي جميل ان شاء الله، لو جربتوه على طريقتي هيعجبكم. لو وصلتوا لحد الفيديو لحد هنا، ما تنسوش بقى تدعموني باللايك واشتراك في القناة. هنا بحمر البطاية، والمحشي اتشرب كله واستوى. ونقدمه مع بعض. البطاية عملت بقى طبق ملوخية جنب المحشي. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ريت تدعموني بلايك
واشتراك في القناة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويوصلكم مني كل جديد، وبالهنا والشفا. اكلات سهلة وشهية. DJ on me.